كل دوار كاينين حكايات كتدور بين الناس، ولكن شي حكايات كتخليك تعيد التفكير في الليل، في الطريق الخاوية، في الشراجم المسدودين، وحتى في الناس اللي ساكنين حداك. واحد الدوار الناس كيكبروا على قصة ما كيبغيوش يهضروا عليها بصوت عالي، قصة ديال مرا شيبانية، ماشي بحال الشيبانيات اللي كتعرف، ماشي مسكينة، ماشي ضعيفة، وماشي بشرية. الناس كيقولوا ما تخرجش في الليل في دوك الطرقان القديمة، وإلا لقيتي مرا لابسة الكحل محنية وكتنشب شوية ما تسلمش، ما تهضرش، ما توقفش، راها هي. كاينين اللي شافوها وما قدروش يهضروا من بعد، كاينين اللي اختفاو في ظروف غامضة، وكاينين اللي حياتهم تبدلات من ورا ديك الليلة اللي صادفوها فيها. انا غادي نحكي لكم على القصة كاملة، ماشي ديال شي واحد سمع، ولكن ديالي انا، لانني انا اللي تبعت المرأة الشيبانية اللي كتخرج في الليل، وهذا الشيء اللي وقع ما غاديش يخليك تنعس هاد الليلة ولا حتى اللي بعدها. الليلة ديال داك النهار كانت مختلفة، ماشي حيت كان الظلام كحل ولا الريح كتسمعها في الزناقي، ولكن حيت الاحساس اللي حسيت بيه ديك اللحظة كان بحال شي باردة كتشد قلبي وكتضغط عليه بشوية بشوية. انا سميتي ياسين، من مواليد واحد الدوار صغير، تربيت مع جداتي بعد ما توفى والديا وانا باقي صغير. جداتي كانت مرا تقية كتخاف الله، ولكن كانت عندها عادات غريبة، ما كتخليش الراجل محلولين في الليل، كتسد البيبان ب7 ديال القفال، وديما كتقول لي الليل للراحة ماشي للخروج، وفي الدوار ديالنا راه ماشي غير البشر اللي كيتحركوا من بعد المغرب. كنت كنضحك وكنقول راه خرافات ديال العيالات الكبار، ولكن داكشي تبدل في ليله وحده، الليله اللي شفت فيها هي. داك النهار مات واحد الراجل كبير في الدوار سميتو عمي الغازي، كان معروف في المنطقه، راجل ماشي اجتماعي بزاف، ولكن ساكن بوحدو في دار بعيده على الناس حدا الغابه. مات في واحد الظروف غامضه، وحتى الطبيب ما لقى حتى شي سبب واضح للموت ديالو. دفناه في داك النهار، ولكن انا والسيمو صاحبي قررنا نبقاو تما في الليل، ندوزو حدا دارو حيت الطريق ديالو كدي على الواد، وحنا كنا خططنا نمشيو نصيدو شويه في الليل. وصلنا حدا دار عمي الغازي تقريبا مورا المغرب، الدار كانت مظلمه ولكن ماشي خاويه. شفت واحد النور ضعيف خارج من واحد الشرج من فوقاني، وسمعت شي طقطقه خفيفه بحال شي حد كيتحرك بشويه، والغرابه ان دارو مسدوده وحتى العائله ديالو ما بقاش كتجي ليها. سيمو بدا كيضحك وقال لي راك كتخاف بزاف اصاحبي، راه يمكن شي شمعة شاعله ولا غير شي حاجه. ولكن في ديك اللحظه سمعنا واحد الصوت، صوت كيجي من الجهه الخلفيه للدار، صوت ديال شي حناجر كتسحك في بعضياتها، ماشي صوت انسان عادي. وقفنا بلا حركه وبقينا مجمدين، وبين الظلام بان لينا ظل ديال المراه كتجر في رجليها وكتقرب منا شويه بشويه، مغطيه وجهها بواحد الخمار كحل، والشعر ديالها طايح وعامر غبره. عيطت على السيمو هز رجليك نهربو، ولكن ما قدرش يتحرك، بقى واقف. انا هربت وهو بقى، ومن ديك الليله ما عمرني بقيت مازال شفتو. رجعت للدار وانا كنترعد، جداتي شافني وقالت لي شفتيها؟ ما قلت والو، غير بقيت كنبكي. الغد لي في الصباح الدوار كامل كيقلب على السيمو، قالوا يمكن مشى شي بلاصه ما بغاش يرجع مازال دارهم، وقالوا يمكن غرق، ولكن الحقيقه ان الارض بلعاتو. وانا بقيت ساكت حيت كنت عارف هي اللي خدات السيمو. الناس في دوارنا كيتفاداو يذكروا سميتها، ولكن كاين اللي كيسميوها امي عايشه، واحد المراه شيبانيه مات سنين هادي، ولكن كيرجعوا يشوفوها كتخرج في الليالي البارده، كتدور بلا هضره، كتقلب على شي حد. ولكن علاش خرجت ديك الليله؟ علاش شدات السيمو؟ وعلاش انا بقيت عايش؟ هاد الاسئله خلاتني نبدا نبحث، نقلب ونحفر في الماضي ديال الدوار. وديك اللحظه دخلت في طريق الظلام، طريق بلا رجعه. من ديك الليله وانا ما بقيتش كيف ما كنت، الناس ما بقاش كيجي،
وكل مرة كنسد عيني كيبان لي وجهها ماشي واضح، ولكن كاين وجه في شي حاجة غلط. الناس بداو كيتهامسوا في الدوار، واش بصح اخر مرة السيمو كان مع ياسين؟ وعلاش دار عمي الغازي بقات شاعلة في الليل وهو ميت؟ واش نيت شافوا المرأة الشيبانية؟ كنت في النهار كنضحك مع الناس، ولكن في الليل كنت كنسمعها كتقرب كتجر رجليها، وصوتها ماشي كيهضر ولكن كيبكي بكاء ديال شي حد مظلوم غاضب وجيعان. بديت كنقلب في قصص القدام، نقرا الكناش ديال جدي اللي كان فقيه، وكنت كنسول جداتي اللي ما كانش باغا تجاوب. حتى لواحد النهار قالت لي امي عايشه ما كانتش بحال الناس، كانت كتسكن في الغابه بعيده على كل شيء، وكانوا كيقولوا عليها ساحره، ولكن الحقيقه كانت خطر من هذا الشيء. امي عايشه كانت كاتبه العهد مع واحد الجنيه بيضاء، وكتطلب منها القوه باش تحمي الدوار، ولكن الثمن كان غالي. كان عليها كل عام تقدم روح ديال شي شاب صغير باش تستمر في القوه. وفي واحد العام الناس اكتشفوا السر ودفنوها حيه في المقبره القديمه وحرقوا الكوخ ديالها، ولكن هي لعنتهم كاملين. سكتات وانا بقيت كنسمع القلب ديالي كيدق. فين دفنوها؟ جاوباتني المقبره القديمه اللي ورا الغابه، القبر اللي عليه 3 الحجرات حمرين. كانت ليله الخميس وانا كنت مقرر ندير المستحيل باش نعرف امي عايشه شكون هي، وشنو طرا ليها، وعلاش كتخرج في الليل. مشيت مع المغرب، الشمس غاديه تهبط وانا كنقرب من الغابه. ريحه الشجر، الارض كتحس بها بارده، والصوت الطيور في الليل كيزيدوا الرعب في العظام. دخلت المقبره وقلبت حتى لقيت القبر. وقفت، بدات الارض تحت مني كتغوت بحال شي نفس جايه من الاعماق، وبدا الهواء كيدور، الريح بارده. في لحظه تحلات الارض، طلع واحد الدخان كحل وبان واحد الظل كيهز راسو بشويه. هي امي عايشه، ملامح ممسوخه، عين وحده مفتوحه وفمها محلول وكيغوت بلا صوت. هربت بلا ما نرجع نخمم، ولكن صوتها بقى في ودني. رجع ليا اللي خديتي، رجعوه ليا. ما فهمتش شنو كانت كتقصد، حتى رجعت للدار قلبي بقى كيدق وانا كنشم ريحه التراب، وصوتها باقي كيهضر في ودني. من داك النهار بديت كنشوف الناس في الدوار كيتبدلوا، واحد طاح مريض، وحده حماقت، وحدين بداو كيسمعوا اصوات في الليل، وكلشي كيتكرر بحال شي لعنه كتقرب كتسكن في كل دار. حتى جداتي جاتها سخانه ما مفهوماش، وفي الليل كانت كتغوت. هي جات تاخذني. بكيت وديتها للسبيطار، ولكن في الطريق ماتت، وبان واحد الوشم في كتفها، علامه غريبه بحال واحد الرسمه ديال العين والجمره. انا الوحيد اللي كنت كنعرف السر، انا الوحيد اللي خاصني نحبس هاد الكارثه، خاصني نرجع للمقبره، خاصني نكمل اللي بديت. الليل اللي مات فيه جداتي حسيت بشي باب تفتح، ماشي باب عادي، ولكن باب بين العالم ديالنا وعالم مظلم ما كيتشافش بالعين، كيتشاف بالقلب وكيتحس بالروح. في ديك الليله قررت نمشي نواجه امي عايشه، ماشي باش ننتقم ولكن باش نفهم ونسد هاد اللعنه اللي بدات كتبلع الدوار وكتدمر كل شيء. مشيت عند واحد الراجل معروف سميتو سيدي محمد، فقيه ساكن في دوار بعيد. كيقولوا الناس انه كيخدم مع الجن المسلم، وانه الوحيد اللي يقدر يشرح لي شنو كاين. حكيت ليه كل شيء من اول ليله حتى الموت ديال جداتي. سكت وبقى كيشوف فيا وقال لي هادشي اللي وقع ليك ماشي صدفه، راك من السلاله اللي قدمت العهد مع امي عايشه، وهي كتقلب عليك باش ترجع العهد وتخليك تكمل الصفقه. ولكن نقدروا نوقفوها ونسدوا هاد الباب الا درنا طقوس النبش. قلت ليه شنو غنبشو؟ قال لي قبرها، خاصنا نفتحوا القبر ونخرجوا العهد القديم وندفنوا معاه شي دم باش نحرقوا الصله، ولكن حذاري الا بدينا وما كملناش غادي تطلق اللعنه على كل شيء، وغادي تولي امي عايشه حره وغتسكن في البشر وغتقتل بلا حساب. بلا ما نتردد وافقت، وما كنتش عارف شنو كيتسنانا. مشيت انا وسيدي محمد المقبره، ومعانا واحد القنينه فيها دم ديال الحيوان، وكتاب قديم فيه شي طلاسيم، ومجمر فيه بخور كيضوخ.
السما كانت بلا قمر والليل سكات ومخيف. وصلنا للقبر وبدينا كنحفروا. كنت كنسمع الارض كتغوت بحال شي روح كتحرك تحت التراب، والحجر كيطيروا بوحدهم. سيدي محمد بدا كيقرا بصوت غليظ، عينيه تقلبوا وهو عرقو سال. وانا كندير اللي طلب مني، حطيت الدم فوق العهد وقلت انا ولد الارض ماشي ولد الجن، كنقطع العهد ونرجع لك الحق. وفي لحظه كلشي تحبس، الريح وقفات، الصهد هبط والارض بردات. ولكن في وسط الظلمه طلعت هي امي عايشه. كانت واقفه قدامي بحال شي جثه طالعه من تحت الماء، شعرها مشحكك وجهها مثقوب وعينيها كيسيلوا بالدم. قالت لي بصوت داخلي ماشي مسموع: خنتيني، كنتي ديالي، كنتي غادي تولي وريث ديال الضلال. سيدي محمد بدا كيغوت عليا، ما تجاوبهاش، حرق العهد، زيد الدم زيد. وكنت بين نارين، الرعب شللني ولكن القوة الداخل ديالي بقات كتحرك فيا. درت اللي خاصني، سديت القرعة وقريت الدعاء الأخير وحرقت الورقة اللي فيها الاسم ديالها بالكامل. أمي عايشة بدات كتغوت وبدات كتدوب، والريح قدامنا بحال العاصفة حتى تفرشت الأرض وابتلعاتها. في لحظة المقبرة ولات ساكتة. رجعنا للدوار وسيدي محمد قال لي سديتي الباب، ولكن راه بقات منك بصمة عندهم وغادي يرجعوا يطلبوك، يمكن بعد سنوات، يمكن في حلم، ويمكن في شي ولد من الذرية ديالك. ودابا رجعت لحياتي، ولكن كنعس بعين وحده، والليل عندي ما بقاش راحة. كل مرة كنسمع صوت خفيف في الشرجم كيبقى يتعاود، بحال صوت ديال شي واحد كيجر في شعره، ولا شي حد كيجبد شي حد من العالم الآخر. دازت شهور، كلشي ولا طبيعي، الناس في الدوار نساو ولا داروا راسهم نساو، ولكن انا ما نسيتش. سيمو باقي مختفي، وجداتي مات، وسيدي محمد ما بقاش كيجاوب على التليفون. كنت كنعيش حياتي، كنقرا، كنخدم، كنضحك مع الناس، ولكن شي حاجه في الداخل ديالي كانت كتحرك، كتفكرني باللي القصه مازال ما سالاش. في ليله خميس وحده اخرى رجعات. كنت في الدوار بوحدي ناعس، الساعه تقريبا 3 ديال الصباح. سمعت شي دقات خفيفه في الشرجم، قلت يمكن الريح، ولكن فاش حليت عيني شفت الخاميه كتحرك بوحدها وواحد الظل واقف حدا الزاج. قربت وقلبي كيدق، شفت وجه مراه شاحبه وعينيها مفتوحه كتشوفني، وبلا ما تهضر ضحكات. رجعت اللور، طفيت الضوء وخرجت من الدار بلا سبب، وانا غير كنقلب في التليفون على الرقم ديال سيدي محمد. جاوبني شي صوت غريب: الفقيه مشى ولكن العهد باقي. من ديك الليله كلشي تبدل، كنت كنشوف الاحلام بحال واقع، كنسمع صوت ديال جداتي في الكوزينه، صوت ديال سيمو كيعيط ليا من الجرده، وكل ليله نفس الوجه كيبان في الشرجم. امي عايشه ما عمرها دفنات، هي كانت كتسنى الوقت باش ترجع، والمقبره والطقوس والدم ما كانوش كافيين، حيت انا ديجا دخلت العالم ديالها وشداتني، وهي كتبعني خطوه بخطوه. واحد النهار عييت مشيت الغابه بوحدي، ودخلت بلا شعور في الممر ديال المقبره القديمه. شفت الضباب، شميت الريحه ديال الموت وسمعت صوتها. الوقت سالا، دابا دورك. حسيت بشي حاجه كتشد في رجلي، الارض تفتحات، وحسيت بشي حاجه كتشد رجلي، الارض تفتحات، وبديت كنغوص، كنطيح في الظلام، كنسمع صيحات وبكى. رجعت صغير، شفت سيمو كيغوت، شفت جداتي كتحرق، شفت الجسم ديالي كيتقطع. فجأة فقت، ولكن في واحد الدار اللي ماشي ديالي. الناس كيشوفوا فيا وكيقولوا شكون هذا، اش داك الوجه. مشيت للمرايه وشفت وجهها، انا وليت امي عايشه. امي عايشه ما كانتش مراه، كانت روح مشؤومه كتقلب على الجسد المناسب باش ترجع للحياه. وكل جيل كتسكن جسد جديد، وكل جيل كدير عهد جديد. انا كنت الضحيه وكنت المفتاح، ودابا انا رجعت للدوار بوجه ياسين وابتسامه خفيفه، وفي كل ليل كيطيح كنلبس خمار كحل وكنخرج نقلب على شي شاب جديد.
هذه كانت قصة المرأة الشيبانية اللي كتخرج في الليل. إلا وصلتي حتى لهنا فأنت من القليلين اللي عندهم الشجاعة يواجهوا الظلام. ولكن قبل ما تسد الفيديو خليك عاقل على حاجة وحدة: ما تخرجش في الليل، خصوصا إلا سمعتي شي مرة كتمشى. ما توقفش، ما تهضرش، غير سد باب وقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وما تنساش فعل الجرس، دير لايك، خلي لي الرأي ديالك في التعاليق، وشارك القصة مع أصحاب اللي كيعجبهم الرعب الحقيقي. وحتى الحلقة الجاية من نص الليل، بقى ديما حاضي الشرجم.